السلام عليكم أعزائي تلاميذ السنة الرابعة متوسط. اليوم جيتكم فيديو رائع نوري لكم فيه كيفاش نرسموا التمثيل البياني تاع الدالة الخطية وكيفاش نرسموا التمثيل البياني تاع الدالة التآلفية. يعني إذا مازالك ما تعرفش كيفاش ترسم التمثيل البياني تاع الدالة الخطية والدالة التآلفية من خلال هذا الفيديو ما راح تزيد تلقى معاهم حتى مشكل وراح تدعي لي في آخر الفيديو. فقط الأولاد عقلوا لي وركزوا لي مع الملاحظات. الأولاد أول حاجة نطرح عليكم سؤال، باش نرسم مستقيم شحال يلزمني من نقطة؟ إذا باش نرسم مستقيم يلزمني على الأقل نقطتان يمر عليهم المستقيم. نعاود، باش نرسم مستقيم يخصني على الأقل نقطتان يمر عليهم المستقيم. عقلوا لي عليها. إذا الأولاد التمثيل البياني تاع الدالة الخطية والتمثيل البياني تاع الدالة التآلفية نديروا في معلم متعامد متجانس. نبداو مع التمثيل البياني تاع الدالة الخطية. الأولاد التمثيل البياني تاع الدالة الخطية وشنو هو؟ هو عبارة عن مستقيم يمر من مبدأ المعلم. هذا واش كاين؟ اذا هو عباره عن مستقيم يمر من مبدا المعلم. اذا التمثيل البياني تاع الداله الخطيه هو ماذا؟ هو مستقيم، نرسمه مستقيم، هو مستقيم يمر من المبدا، يعني المبدا تاع المعلم. الاولاد كي نقول المبدا واش معناها؟ معناها النقطه هذه، معناها النقطه هذه الفاصله تاعها صفر والترتيب صفر. اذا النقطه الفاصله صفر والترتيب صفر. اذا الاولاد مادام التمثيل البياني تاع الداله الخطيه هو عباره عن مستقيم، تسمى شحال يلزمني من نقطه؟ يلزمني زوج. الاولاد ديما في الداله الخطيه النقطه الاولى ديما معلومه اللي هي المبدا صفر صفر. شحال من نقطه تخصني؟ تخصني نقطه واحده اخرى. استاذ ما نجيبها؟ سهله خلاص، خير عدد من عندك كيما تحب واحسب الصوره نتاعو، خير عدد موجب ولا سالب. اذا يلزمني قلنا نقطتان لانه عباره عن مستقيم. النقطه الاولى ديما معلومه اللي هي وشنو؟ اللي هي المبدا صفر صفر، ديما نرفد المبدا. والنقطه الثانيه نخير، اذا نخير عدد من عندي كيما نحب ونحسب الصوره نتاعو ونحسب صورته بكل بساطه. نروحوا لهنا الاولاد، عندي مثال قال لي اف داله خطيه حيث اف لاكس يساوي 2 اكس. داله خطيه عد معلومه مضروب في اكس، مثل الداله اف بيانيا. سهله خلاص. اذا الاولاد هنايا قلنا باش نرسموا بما انه التمثيل البياني تاع الداله الخطيه هو عباره عن مستقيم، قلنا يلزمني نقطتان. النقطه الاولى في الداله الخطيه ديما معلومه اللي هي المبدا صفر صفر. النقطه الثانيه من نجيبها؟ خير عد من عندك كيما تحب موجب ولا سالب واحسب الصوره نتاعو. روحوا معايا الاولاد ديما في ورقه الاجابه نروح نرسموا جدول مساعد. نروح لورقه الاجابه نتاعي نرسم جدول مساعد، ديما نديروا فيه 3 اعمده و3 اسطر، 3 اعمده و3 اسطر. ركزوا معايا مليح الاولاد. شوفوا الاولاد ديما هنا نحطوا العدد اكس اللي نخيروه، وهنا الصوره نتاعو يعني ايكغاك، وهنا النقطه اللي نتحصلوا عليها الفاصله اكس وترتيب ايكغاك، اكس ايكغاك. صح. النقطه الاولى ديما معلومه اللي هي المبدا صفر صفر، نحط العدد اكس الصوره نتاعو صفر والنقطه اللي نتحصلوا عليها هي صفر صفر. علاه الاولاد؟ لان كي نحسبوا الصوره نتاع صفر الاكس هو صفر، كي نعوض 2 في اكس هو صفر، 2 في الصفر هو صفر. متفاهمين؟ الان النقطة الأولى معلومة ديما الدالة خطية. النقطة الثانية من نجيبها؟ نخير عدد ونحسب الصورة نتاعو. الأولاد خيروا كيما تحبوا موجب ولا سالب، كيما تحب راك صحيح. فقط من الأحسن نخير أعداد صغيرة باش يكون الرسم نتاعي واضح. خير أي عدد. أنا مثلا حبيت نخير واحد، كي نخير العدد واحد نحسب الصورة نتاعو، يعني نروح للدالة من نلقى الإكس نعوض بالواحد. إذا لازم نحسب في ورقة الإجابة نقول له اف الإكس نعوضه بالواحد يساوي 2 في الاكس باش نعوضو بالواحد. اذا اف لواحد يساوي 2 في واحد هي 2، تسمى الصوره تاع واحد هي 2 والنقطه اللي تحصلنا عليها الفاصله واحد والترتيب 2. اذا عندي نقطتان نعينهم في المعلم ونرسم المستقيم اللي يمر عليهم. اذا النقطه الاولى ديما هي صفر صفر اللي هي المبدا، هاي النقطه الاولى المبدا. والنقطه الثانيه الفاصله واحد والترتيب 2، هاي الفاصله واحد نطلع التلوين الترتيبة 2، هاي الترتيبة 2، هذه النقطة الثانية. ونرسم المستقيم الذي يمر من النقطتين تبعا باستعمال المسطرة. الأولاد ما نحبسوش هنا، متفاهمين؟ ما نديروش غير هكذا، نرسم المستقيم الذي يمر من النقطتان. إذا راكم تشوفوا باللي التمثيل البياني تاع الدالة الخطية يمر من المبدأ. واش نسميه هنايا؟ نقول له ديما إيكغاك تساوي ونروحوا نكتبوا الدالة تاعنا اللي هي 2 إكس. هذا واش كاين. خلاص الاولاد الان نروحوا للداله التآلفيه. صح الاولاد التمثيل البياني تاع الداله التآلفيه هو ايضا عباره عن مستقيم، هو ايضا عباره عن مستقيم. اذا عباره عن
مستقيم. بصح الأولاد لا يمر من المبدأ، الدالة الخطية مستقيم يمر من المبدأ، بصح الدالة التألفية هو عبارة عن مستقيم لا يمر من المبدأ. إذا مستقيم لا يمر من المبدأ. تسمى الولاد مادام لا يمر من المبدا ما عنديش نقطه معلومه كما الداله الخطيه. اذا واش نروح ندير استاذ؟ حنا باش نرسموا مستقيم يلزمني نقطتين، منين نجيبهم؟ سهله خلاص الاولاد كما درنا في النقطه الثانيه نتاع الداله الخطيه، نخير عدد ونحسب صورته. اذا هنايا في الداله التالفيه واش نروح ندير؟ نخير عددين كما نحب انا ونحسب الصوره نتاعهم. اذا ديما في الداله التالفيه واش ندير؟ نخير عددين كما نحب انا موجبين ولا سالبين ونحسب الصور نتاعهم. كيما تخير راك صحيح. متفاهمين الاولاد؟ اذا هنا واش نروح نديرو؟ لازمني نقطتين باش نرسم مستقيم. في الداله التالفيه نخير عددين كيما نحب انا ونحسب الصور تاعهم. اذا ونحسب صورتهما. صح؟ كيف ديما الاولاد جدول مساعد. اذا عندي داله تالفيه مثال قال لي جي داله تالفيه حيث توجد لاكس تساوي 2 اكس زائد 1 قال لي مثل الداله اف بيانيا. اذا اول حاجه نرسم جدول مساعد لاني باش نرسم مستقيم يلزمني نقطتين. نرسم جدول مساعد. قلنا ديما 3 أعمدة و3 أسطر. هنا ديما الأولاد قلنا نحطو العدد إكس اللي نخيروه، هنا الصورة نتاعو يعني إكراك، وهنا النقطة اللي نتحصلو عليها الفاصلة إكس والترتيب إكراك. صح. خيروا الأولاد، خيروا العدد نتاعكم من الأول كيما تحبوا. عدد موجب ولا عدد سالب، 0 1 ناقص 2 ناقص 3 5 6 كيما تحب. بصح من الأحسن نخيروا أعداد صغيرة باش يكون الرسم تاعي واضح. هاي واش رايكم الأولاد؟ أنا في الدالة التألفية من الأحسن نخير العدد الأول ديما الصفر. كيما تحب أنت، تحب أنت ما تخير الصفر، تخير 1 ناقص 1 2 كيما تحب. أنا حبيت نخير العدد صفر. حذاري الأولاد دير كيما الدالة الخطية تحط لي هنا صفر. الدالة الخطية كي نحط الإكس صفر كي نحسب 2 في الصفر هي صفر. بصح الدالة التألفية كي يكون الاكس صفر ما تمدلكش الصوره صفر. متفاهمين؟ تمدلك البي الواحد. اذا نروحوا نحسبوا الصوره نتاع الصفر. اذا يعني الاكس نعوضوه بالصفر في الداله. اذا جي اذا خيرت العدد الاول صفر نحسب صورته. اذا الاكس نعوضوه بالصفر تساوي 2 في الاكس نعوضوه بالصفر زائد ماذا؟ زائد واحد. اذا جي لي صفر واش تساوي الاولاد؟ 2 في الصفر هي صفر، صفر زائد واحد هي واحد. تسمى الصوره نتاع صفر هي واحد. والنقطة اللي تحصلنا عليها هي 0 1. هذه النقطة الأولى، خيرت عدد وحسبت الصورة تاعو. نزيدو النقطة الثانية، زيد خير عدد من عندك وحسب الصورة تاعو موجب ولا سالب. هيا واش رايكم من الأولاد؟ أنا حبيت نخير واحد. إذا حبيت تخير عدد واحد أخرى أنت خير. كي نخير العدد واحد نزيد نحسب الصورة نتاعو، يعني نروح للدالة من نلقى الإكس نحط الواحد. إذا اف أو جي الإكس نتاعي نحط فيها واحد يساوي 2 في الإكس نحط فيها واحد زائد ماذا؟ زائد واحد. إذا جي لواحد تساوي 2 في واحد 2، 2 زائد واحد هي 3. الأولاد هادو الجدول المساعد وهادو نكتبهم على ورقة الإجابة. إذا شوفوا الصورة نتاع الواحد هي 3. إذا 3 والنقطة اللي تحصلنا عليها 1 3 الفاصلة 1 والترتيب 3. تحصلت على النقطتين هادو نروح نحطهم أو نعينهم في المعلم المتعامد المتجانس ونرسم المستقيم الذي يمر من النقطتين بكل بساطة. إذا نروح للمعلم. النقطة الأولى هي 0 1 الفاصلة 0 والترتيب 1 الفاصلة 0 والترتيب 1. إذا هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية الفاصلة 1 والترتيب 3. هاي الفاصلة 1 والترتيب شحال؟ 3. نطلع حتى الفوق ترتيب 3. هاي النقطة الثانية. نرسم المستقيم الذي يمر من النقطتان. إذا هذه أمور بسيطة جدا. وراكم تلاحظوا الأولاد باللي التمثيل البياني نتاع الدالة التآلفية لا يمر من المبدأ. إذا لا يمر من المبدأ ونكتبوا هنايا إكراك تساوي ونكتبوا الدالة نتاعنا اللي هي 2 إكس زائد 1. إذا الأولاد هذا فيما يخص التمثيل البياني تاع الدالة الخطية والدالة التآلفية. مراجعة بسيطة الأولاد، حنا ديما في الدالة الخطية نعرفوا بلي التمثيل البياني نتاعه هو عبارة عن مستقيم يمر من المبدأ. تسمى النقطة الأولى ديما معلومة اللي هي 0 0. إذا مادام مستقيم يلزمني نقطتان. صح، مادام يمر من المبدأ تسمى النقطة الأولى ديما نرفدها معلومة اللي هي 0 0. تخصني نقطة واحدة أخرى من نجيبها نخير عدد ونحسب الصورة نتاعو. أنا خيرت واحد حسبت الصورة نتاعو لقيتها 2 تحصلت على النقطتين هادو نديرهم في المعلم المتعامد المتجانس ونرسم المستقيم الذي يمر عليهما. الآن بالنسبة للدالة التآلفية هو عبارة عن مستقيم لا يمر من المبدأ. تسمى ما عنديش نقطة معلومة كما الدالة الخطية. واش نروح ندير؟ نخير باش نرسم مستقيم يلزمني نقطتين، نخير عددين من عندي ونحسب الصورة نتاعهم.
اذا انا خيرت العدد الاول صفر، حسبت الصوره نتاعو لقيتها واحد، النقطه الاولى صفر واحد، زدت خيرت عدد واحد اخر من عندي واحد، حسبت الصوره نتاعو لقيتها ثلاثه، والنقطه الثانيه واحد ثلاثه. نرفد النقطتين اللي لقيت نديرهم في المعلم المتعامد المتجانس ونرسم المستقيم الذي يمر عليهما. اذا الى فيديوهات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.